كلكم طبعا من فترة شفتوا الفيديو اللي كانت فريدة عاملاه عن التنمر، وفرح برضو اتكلمت عليها، وكانوا بيتكلموا على التنمر اللي فريدة بتتعرض ليه. مش فريدة بس، بنات كتير قد فريدة وولاد وسنهم صغير وبيتعرضوا للتنمر وما بيناموش وبيعيطوا. وحقيقي فريدة من فترة مرت باحساس ما كانش حلو من كتر الناس اللي كانت بتتنمر عليها. فالجميله وسام دي، ومش وسام بس، يعني في كذا حد، بس يعني انا اخترت وسام لان انا لقيتها بنوته، فبنت بقى بتتنمر على بنت، ودخلت على صورتها لقيتها يعني بتاع 16 17 سنه، يعني ده اللي انا حسيته منها. فايا كان سنها، ايه يا وسام؟ يعني انت احساسك ايه كده وانت داخله تتنمري على طفله عندها 13 سنه؟ ايه الاحساس اللي انت بتحسيه اما طفله انت داخله تتنمري عليها؟ انت يعني ما عندكيش اي احساس بانسانيه. يعني معرفش ايه الظروف النفسيه اللي انت تكوني مريتي بيها فخلتك داخله تتنمري على طفله بكل بساطه، وتكتبي لها كلمه زي دي وما تحسيش من جواكي حتى بتأنيب ضمير، ما تحسيش ان الكلمه دي ممكن تأثر فيها، ما تحسيش ان الكلمه دي ممكن تضايقها. ايه بقى؟ ايه عدم الانسانيه وعدم الرحمه اللي عندك؟ ايه اللي انت تعرضتي له في طفولتك فوصلك للمرحله ان انت ما يبقاش عندك رحمه بطفله صغيره، وانا متاكده كمان ان هي اصغر منك ولو حتى في سنك؟ ايه يعني؟ يعني نفسي اشوف بابا، اشوف ماما، اشوف الناس اللي وصلوكي لمرحله وكل الناس اللي كاتبه كومنتس فيها قله ادب واللي فيها شعرك وشبتي وتخين. ايه يا جدعان ده؟ ايه ده؟ يعني دي طفله، تمروا على طفله. ويعني هل انتوا لما بتكتبوا التنمر ده وتكتبوا حاجه وتخلصوا كده بيبقى عندكم شعور بالراحه؟ انتوا ناس ساديه يعني، فانتوا بتشعروا بالراحه لما بتاذوا الاخرين؟ طيب اي حد هيكتب كومنت عند فريده او عند اي طفله، او هخش الاقيه كاتب كومنت فيه تنمر او يعني تريقه على اي حاجه في بني ادم ربنا خلقها، هحفل عليه وهنزله على كل السوشيال ميديا. ولو عرفت اوصل من الاكونت بتاعه لاهله هوصل لاهله، وهو لو ما يعرفوش اخلاق ولادهم عامله ازاي نعرفهم اخلاق ولادهم عامله ازاي. ولو هم بقى اصلا يعني اخلاقهم كده واخلاق اولادهم كده، نفرج الدنيا كلها عليهم. لان انتوا بجد تستاهلوا، يعني تستاهلوا ان الناس كلها تشوف اخلاقكم عامله ازاي. فيا وسام، يا رب تكوني مبسوطه بنفسك. ومعرفش طبعا انت احساسك ايه يعني بعد ما هتشوفي الفيديو ده، يا رب تبقي كده فخوره، ويا رب اللي يعرف وسام يبلغها شكرنا على اخلاقها العاليه وعلى طيبه قلبها، وان شاء الله تتردلك يا وسام.